السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي بيكم في فيديو جديد من قناتي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان. يا رب ينعاد علينا وعليكم بخير. يلا هنخلي مخلل الخيار في 24 ساعة وهتاكلي منه على طول. هنجيب الخيار الكمية اللي انتي عايزاها، هيكون مغسول كويس ومتنضف. انا هنا عاملة كيلو خيار. هشيل زي ما انتوا شايفين الطرف اللي في الاول واللي في الاخر، وهشق الخيارة بالسكينة بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني هسيب حتة من الطرف كده ما شقهاش، بقى هشق من النص بس. طبعا هنكون جايبين فلفل احمر طويل كوبي ممكن او شطة، بس خليه فلفل بارد يعني مش ضروري يكون حراق. هنقطعه شرايح طويلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ احشي بيه الخيارة. بعد كده هجيب البرطمان اللي انا هخلل فيه، وهحط في القاع بتاعه كده فصين او 3 من التوم، وابدأ ارص الخيار بتاعي بالطول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا حاطه الكتل بتاعي في ميه يغلي على جنب، علشان انا عايزه احط على الخيار ميه مغليه. انا كده رصيت الخيار كله. هبدأ احط 3 4 فصوص توم تاني. هحط 3 معالق ملح خشن. لو عندك ملح ناعم ممكن تحطي 4 معالق. هحط حوالي ربع كوباية خل، وهبدأ اضيف المية المغلية بتاعتي. ده كده قرنين كانوا فاضلين مني وانا بحشي، حطيتهم على الوش. هبدأ احط المية المغلية. لازم احط على الخيار يا جماعة مية مغلية، مية بتغلي. انا حطيت الكمية لغاية لما غطيت الخيار خالص. هبدأ اغطي عليه كويس، اغطي البرطمان كويس، واحطه في المطبخ على الرخامة على جنب. ده كده انا فاتحة عليه تاني يوم اخر النهار وبدأت اكل منه. زي ما انتوا شايفين النتيجة هايلة جدا. خيار مش طري خالص، بيقرقش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.